احنا جتنا دعوه من الجامعه الملكيه المغربيه لاجراء مقابله وديه، واكيد جدا زاد احنا الاختيار نتاعنا كان باش نشوفوا حقيقه امكانيات المنتخب الوطني التونسي في تعرف ضد منتخب عملاق الرابع عالميا المنتخب المغربي. ومشكوره الجامعه الملكيه المغربيه اللي هي تكفلت بكل المصاريف، يعني دعوه معناتها الإقامة والتنقل وما إلى ذلك. تقريبا ثم 10 فرق من إفريقيا قاعدين يقوموا حاليا بتربصات بالمغرب. هذاك علاش تسهل العملية نتاع إجراء مقابلة، ونحبوا ولا نكروا إمكانيات الجامعة التونسية لكرة القدم المادية معروفة لدى الجميع. يعني كي تجيك دعوة وتكون فيها امتياز فني ومادي باش تلعب، ما نتصورش أي عاقل يرفض. واضح. عندك سؤال اخر حسن؟ لا هي انا يقول لك بلاش جاتنا الدعوه. اي لا بطبيعه الحال اعتبار ممتاز. انا اشوف راهو اذا شوف نجم نناقش في كل شيء. كان المساله الماديه، الانسان يقول انسان يقول لك ما عنديش فلوس، ما نحن كجامعه ما في حالناش انتهى، ويقول لك انا جاتني حاجه اقامه وغاديكا وتنقل، والجامعه المغربيه الملكيه المغربيه هذا تحملت المصاريف. يعني ما نجمش نلومه في ظل الظروف اللي قالها توا السي خميس. هو يعرف البيرو غطاه، قال الراجل يعرف اللي ظروف نتاع الجامعه التونسيه شنو هي ماديه.